قناة المركز الإعلامي للمرجع الديني الأعلى السيد الصرخي الحسني دام ظله تقدم في البدء أرحب بكم في محاضرة جديدة من محاضرات السلسلة العلمية في الإعجاز القرآني، وهنا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى الباري عز وجل لما وفقنا وإياكم في الخوض في مجال العلم، هادفين بذلك مرضاة الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نسمو في سماء المعرفة من خلال هذا الجمع المبارك، ولا سيما ونحن نعيش في أيام مباركة ومكان قرب النور ونحن نتكلم عن النور. قبل أن نشرع في المحاضرة العلمية أود أن أذكر لكم حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حول العلم وفضائل العلم وطالب العلم، ونحن إن شاء الله ضمن هذا العنوان العريض السلسلة العلمية نكون ضمن هذا المحتوى إن شاء الله. الكلام لباب الحكمة، لباب كل حكمة، لباب مدينة العلم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو يتحدث عن طالب العلم. إن العلم ذو فضائل كثيرة، سأمر سريعا بالحديث وإن شاء الله تصل الفكرة. إن للعلم فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وإذنه الفهم، ولسانه الصدق، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، ومأواه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. أخوتي أحبتي، القرآن الكريم أشار إلى حقائق علمية واكتشافات وآثار. أي متتبع لهذه الحقائق، الاكتشافات، الآثار، يلمس حقيقة. يوجد تنوع بالطرح بالأسلوب، وهذا يضفي شيء إلى القرآن في كل المجالات، سواء التجريبية التطبيقية أو العلوم الإنسانية. مثلا ونحن في محاضرتنا الموسومة المؤسس الحقيقي لعلم الكيمياء
الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فنجد في الكيمياء مرة يتحدث عن أبسط الأمور، عن الذرة وما أبسط من ذلك، ومن ثم ينتقل إلى مركباتها والمتراكبات منها. يتحدث عن الشجر الأخضر ويصنع منه نارا، وهذا تعقيد، وهذا نوع وتنوع بالأسلوب. طبعا بالمناسبة هذا العنوان اللي هي سلسلة المحاضرات العلمية يفسح لنا مساحة واسعة، يتيح لنا أن نأتي من الأمور بأساسياتها، وعليه سوف تكون محاضرتنا إن شاء الله حول أساسيات الكيمياء، ومن هو مؤسس هذا العلم، ومن واضع الحجر الأساس الذي وصلنا إلى هذا المستوى، إلى هذا الحد، من خلال البحث إن شاء الله. وعليه أي شخص يريد أن يتتبع هذا المفهوم، هذه المفردة، ينتقل في ذهنه إلى مورد، إلى رائد في هذا المجال، ألا وهو جابر بن حيان. أصبحت هنالك قرينة، كلما يذكر جابر يكون علم الكيمياء رديفا له، قرينا له، وبالعكس كلما يذكر علم الكيمياء نذكر جابر. لذلك أي من يريد يتحقق في أساسيات علم الكيمياء سوف يبدأ من هذا الرائد، من هذا المورد. هذا المجال، مجال التحقيق التاريخي في علم الكيمياء بحد ذاته يحتاج إلى جهود كبيرة، وقت كبير، أي هو مجال تخصص. وهذا العلم، هذا مجال التخصص، أفرز الكثير من المحققين، علماء، مفكرين. فمن أبرز الشخصيات التي أفرزهم العلم هذا المجال، مجال التحقق التاريخي في تأسيس علم الكيمياء، هو المحقق الإنجليزي هول ميليارد. هذا إلى صدى واسع وكبير في هذا المجال، وأنا اختاريت هذه الشخصية اللي ثقلها في الغرب، يعني وثقلها العلمي في هذا المجال. وتناولت كل، يعني إن شاء الله سأستعرض ولو سريعا على نشراته، على مؤلفاته والحقائق التي يشير إليها هذا المحقق الإنجليزي. هذا المحقق لديه مؤلفات ونشرات. طبعا أي شخص مختص، إن شاء الله كلكم مختصين وكلكم أصحاب فكر وعلم، أي شخص عندما نقول كلمة نشرة لباحث علمي نعني فيه أنه بحث، يعني كل من يمتلك بحث، أي باحث عندما ينشر في مجلة، طبعا مو أي مجلة، مجلة علمية بتخصص معين، سواء في المجال التطبيقي التجريبي أو المجال الإنساني، يطلق على هذا البحث بعد أن ينشر بالنشرة. والإخوان إن شاء الله عارفين أصحاب المجال هذه المفردة. فلديه نشرات في دار كتب وفي جمعيات علمية، فضلا عن الكتب والمؤلفات. فاختصارا وعدم المرور بحياته وسيرته، هذا الرجل
تفوق على سلفه بهذا المجال، يعني التحقق في علم الكيمياء ومن مؤسسه تفوق على سلفه. طبعا هي هذه الحقيقة الآن نعلم أنه اعترف له بأنه تفوق عليهم، لكن الذي لا نعلمه هل في وقت إنجازه أم بعد حين كما يفعل بمفكرينا بعلمائنا، يعني بعد أن يمر الزمن يأتي الاعتراف أنه كان كذا وكذا. على كل حال، فأول شيء قام به أفصح عن دراسته من خلال نشرة علمية في الجمعية الملكية البريطانية، واحنا قلنا انجليزي يعني بريطاني هذا المحقق. فأول نشرة كانت تدور حول محور جابر بن حيان، لأن جابر بن حيان أصلا كان محط مشكلة. كيف محط مشكلة؟ أفسر قضية أو عملهم، أمر بعملهم المحققين حتى يتوصلوا للحقائق. جابر بن حيان يمتلك مخطوطات، يمتلك مؤلفات، وهذه المخطوطات أيضا ترجمت. فالمشكلة التي كانت ترافق جابر بن حيان أنه المخطوطات منها كانت صحيحة ومنها كانوا يطعنوا بها بصحتها، فكان محط إشكال يعني لدى أي محقق، إلى أن جاء هذا المحقق الإنجليزي ويعني فصل الأمر ورد كل النقاد. فبعضهم يعني وصل إلى نتيجة، هو من يقول هنالك من يعني يصنعون مخطوطة ويضعون عليها اسم جابر، وهذه تشير إلى شيء، تشير إلى مكانة جابر بن حيان. وأين هذا الكلام؟ في الغرب. هذا الذي يبحث تراثنا في الغرب، أقصد بتراث العرب. فكان يضعون مخطوطات تنتحل يعني غير صحيحة ويضعون عليها اسم جابر حتى يروجون لما لديهم، لأفكارهم. وهذا دليل يبرهن على أنه جابر كان له مكانة لديهم، له موقع في نفوسهم في جانب الكيمياء. الكلام كله بلحاظ الكيمياء وعلم الكيمياء. فهذا المحقق عمل على أن يحل هذه المشكلة، يفصل بين المخطوطات الصحيحة والمؤلفات الصحيحة التي تعود لجابر وعن غيرها. فأول نشرة نشرها طبعا النشرة موجودة باللغة الإنجليزية وأنا ترجمت جزء منها. فأول نشرة نشرها في الجمعية الملكية البريطانية، وهي دار نشر معروف، كانت حول جابر، تتمحور حول حياة جابر، ولادته، مكانه، ترحاله، ومن ثم يتكلم ويرتكز على المخطوطات. ونحن طبعا مفردة ترتكز أريد أشير إلى أنه نحن إن شاء الله أيضا نريد أن نضع ارتكازاتنا، نضع ركيزة، بالإضافة إلى العلم وكشف المعلومة والتوصل للمعلومة الحقيقية، أيضا نضع لنا ركيزة عقائدية من يعني على أساس علمي رصين، على أساس معلومات علمية صرفة. بعدها بعد أن اتكلم عن المخطوطات وركز وفصل وثبت، جاء في الخاتمة، وأرجو أنه تركزوا وياي هنا. جاء في الخاتمة يختم كلامه. أي باحث يعلم أنه في نهاية البحث يأتي بالاستنتاجات، يأتي
بخلاصة البحث، بخلاصة النتائج، بخلاصة ما توصل إليه. وأنا بدوري سأنقل كلامه بالحرف فقط، ترجمته من الإنجليزية إلى العربية، يعني لم أفعل إلا الترجمة والكلام لهذا المحقق الإنجليزي. فبعد أن نتحدث عن مكانة جابر السامية يعني بلحاظ العلم، يأتي في الختام يقول ما يلي في نهاية نشرته: إن جابرا هو المتحدث، هو من يقول، هو المتكلم. إن جابرا هو تلميذ جعفر الصادق، سبحان الله، وقد وجد في إمامه الفذ سندا ومعينا وراشدا أمينا. هو من يقول، هذا المحقق الإنجليزي هو يذكر هذه الحقيقة. أكرر: إن جابرا هو تلميذ جعفر الصادق، وقد وجد في إمامه الفذ سندا ومعينا وراشدا أمينا وموجها لا يستغني عنه. وثم بعد أن يسترسل بالحديث، وهذا في استنتاجات البحث، في استنتاجات النشرة التي هاي أول نشرة يكشف بها عن حقيقة دراسته. طبعا يعني بعد أن أخذ المخطوطات وترجمها وجمع المؤلفات، فوصل إلى حقيقة أنه جابر في كل مخطوطاته، في جل مخطوطاته التي تخص الكيمياء، التي وضعت الحجر الأساس الذي بنوا عليه ما بنوا من نظريات وتجارب علمية التي وصلت إلينا الآن. فبعد هذا الجهد الكبير، بعد فترة من الزمن، وصل إلى هذه الحقيقة. يعني هم قبل هذا كان الكلام والثقل والموضع الاحترام كله إلى جابر، لكن هذا الرجل، هذا المحقق، ابتعد إلى أكثر من ذلك. وصل إلى حقيقة أن لجابر أستاذ، أن جابر تلميذ، أن لجابر موجه. يكمل يقول: وقد سعى جابر أن يحرر الكيمياء بإرشاد أستاذه جعفر الصادق من أساطير الأولين. هذا هو من يقول، المحقق الإنجليزي. توغل في تراثنا، يعني نحن العرب توغل في تراثنا ووصل إلى هذه الحقيقة، ومن ثم وجه إليه الكثير من الانتقادات وردها. ربما لا يسع الوقت حتى أفصل، وفي المقدمة قلت هذا العنوان أيضا يجعلنا نطمع أنه يفسح لنا مساحة بأن نتكلم أكثر، نفصل، ندخل في التفاصيل أكثر. وقد سعى جابر أن يحرر الكيمياء بإرشاد أستاذه جعفر الصادق من أساطير الأولين، يعني ممن ادعى يعني شعوذة أو أمور أخرى وقرنها بالكيمياء، وجابر حرر هذا العلم وفصل عن هاي الأمور الأخرى أو الموارد الأخرى. أخوتي، هنا هذه من مفارقات الزمان طبعا. يعني أضع نفسي الآن ناقدا، كل من يطلع حتى في مناهجنا الآن، حتى المناهج، يعني أشير لهذه القضية وأنتم ابحثوا إذا تحبون. حتى الآن المناهج التي تعطى لطلبتنا اللي يعني ربما يمكن بالأول متوسط، عنوان عريض: رواد الكيمياء العرب، يضعون رقم 1 جابر بن حيان. جابر بن حيان رقم 1،
وأول كلمة أول عبارة أول مفردة يعد مؤسس علم الكيمياء، يعرفوه يعد هو مؤسس، لا بأس. كل الموضوع لا توجد، يعني من باب الإنصاف يتكلم عن حياته ولادته مؤلفاته، لكن لا يتطرق أبدا على من على يد من تتلمذ، لا توجد أي إشارة، وهذا تغييب صريح لهذه الحقيقة. فكل من تعمد أن يغيب الحقيقة تعمد. الزمن كفيل بأن يمسح ما سطر، والحقيقة لا تغيبها إن شاء الله، هي كالضياء لا تغيبها حتى الغيوم الكثيفة، ستراها حتى عين الأعشى. فبعد نريد في هذه الحلقة في هذه المحاضرة نبتعد، نذهب إلى أبعد قليل من هذا المحقق الإنجليزي. الإمام الصادق عليه السلام الآن بكلامهم وبإثبات بالأدلة العلمية وصلوا وتحققوا أنه هو المؤسس، هو الأستاذ، وهو من وضع حجر الأساس. الإمام الصادق عن الإمام الباقر أخذ هذا العلم. ولنختصر الطريق، الإمام الباقر عليه السلام الذي أشاد وأشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقف متواضع أمام علم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أمير المؤمنين، باب الحكمة، باب لمدينة العلم. تلك المدينة تتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أصل القضية، أصل العلم، صاحب أول قدحة، المعلم الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من أوصل هذه الأجيال، هذه الأمم سواء الشرقية أو الغربية إلى ما وصلت إليه الآن. في هذه المحاضرة إذن نحن نريد أن نثبت حقيقة أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو من أسس هذا العلم، هو من أورث هذا العلم للأئمة عليهم السلام. ويفترض أن يكون هذا باعثا ومقويا لعزيمتنا في البحث حول الحقيقة، لأن من غير المقبول أن الغرب يبحث في تراثنا ونحن تاركيه. فهذا يشد من عزمنا، يقوي همتنا إن شاء الله تعالى. وعذرا ربما لا يسع الوقت إلى التكلم في هذا المجال لأكثر من هذا، وعليه إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن نجتمع وإياكم في حلقة أخرى، محاضرة جديدة، وأن نكون شاكرين لله عز وجل لأنه هو من هدانا إلى ذلك، وأن يوفقنا جميعا إن شاء الله لهذا العلم وهذه المعرفة. وفي الختام أشكركم أخوتي أعزائنا أحبائنا لإصغائكم، شكرا جزيل، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نلتقي في محاضرة جديدة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.